بزاف ديال الناس تيسولوا على شنو خاصهم باش يشدوا رخصة البناء وفين يقدروا يشدوها. قبل ما نعرفوا هادشي اشترك معنا في القناة. الجهة المسؤولة على إصدار رخصة البناء هي الجماعة المحلية أو البلدية، بحسب واش أنت ساكن في الجامعة القروية، جامعة قروية أو حضرية. الوثائق المطلوبة: أولا طلب مكتوب موجه لرئيس الجامعة وأربعة نسخ منه. ثانيا 4 نسخ مصادق عليها من بطاقة التعريف. ثالثا عقد مع مهندس معماري معتمد. رابعا دفتر الورش أو ما يصطلح عليه بكارني دو شونتيي. المهندس هو المسؤول على إنشائه ويوثق فيه جميع مراحل الأشغال. خامسا وصل دفع الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. سادسا نسختان من السجل التجاري إذا تعلق الأمر بمشروع تابع للشركة. سابعا نسخة من رسم الملكية. ثامنا تصميم من رسم الملكية للعقار غير المحفظ أو شهادة الملكية العقارية حديث. تاسعا تصميم عقاري حديث من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. عاشرا موافقة الشركاء في حالة إذا كان هنالك اشتياع وفي حالة تعدد الورثة. 11 تصميم معماري معتمد من مهندس مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. 12 شهادة الخرسانة المسلحة أو سيرتيفيكا دو بيتون دارمي. 13 تصميم توبوغرافي للأراضي المائلة. 14 شهادة تحديد حدود العقار من مهندس توبوغراف. يقدم الطلب عبر منصة الخاص مع الوثائق المطلوبة. صلاحية الرخصة: إذا لم يبدأ في البناء تبقى صالحة لمدة سنة. إذا بدأ في البناء تبقى صالحة لمدة 3 سنوات.